إيلون ماسك هو رائد أعمال ومهندس كهربائي. ولد ماسك في جنوب أفريقي يوم 28 من يونيو 1971 في بريتوريا. بدأ ماسك مسيرته المهنية عند 14 عام عندما انتقل إلى كندا لدراسة الفيزياء وعلم الكمبيوتر في جامعة كوينز في كينغستون. غير أن ماسك لم يترك ولا كتاب لم يقرأه، وخير جليس أنسان، غير أنه رجل أعمال ومخترع ومجنون. أسس إيلون ماسك العديد من الشركات الناجحة، بما في ذلك زيب 2 والتي تم بيعها لشركة كومباك بمليار دولار. ثم تأسس موقع بايبال والذي أدى إلى بيعه لشركة إيباي مقابل 1.5 مليار دولار. وهذه أولى دولارات في جيب المجنون. اشتهر ماسك بقولته الشهيرة عندما قال: تركت لكم الفضاء بذهبه وعظمته وبلثينيوم، وللماس وجهتي أنا هي المريخ أزرع فيه بعض البقوليات والأشجار بعيدا عنكم. أليس هذا مجنون بلا؟ واشتهر إيلون ماسك بتأسيس شركة سبيس إكس في عام 2002. سقطت مركبته للمرة الثالثة تواليا، وهدفها هو تخفيض تكاليف الوصول إلى الفضاء وجعل الاستكشاف الفضائي أكثر تحقيقا. أحد أبرز إنجازاته مع سبيس إكس هو إرسال مركبة فالكون هيفي إلى الفضاء سنة 2008. أسس أيضا شركة تيسلا موتورز، مستغلا شهرته، واستثمر بأموال المستثمرين في شركة تصنيع السيارات الكهربائية المشهورة. منتجات تيسلا أحدثت ثورة في صناعة السيارات الكهربائية. ماذا لو قلت لكم كان سهم الواحد لام تيسلا بسعر 12 دولار حتى وصل إلى سعر 900 دولار في حدود تسجيل هذا الفيديو؟ كان ماسك يجول في أحد الشوارع لاس فيغاس وكان الطريق جد مزدحما. يحب ماسك السرعة. اخترع أول سيارة كهربائية سريعة وذاتية القيادة أطلق عليها اسم تيسلا موديل اس. كما أسس شركة بورن كمباني لتطوير تكنولوجيا نفقية لتحسين وسائل النقل الحضري. كما في مخيلة الرجل أن ينشئ أنفاق خاصة بسياراته في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن موديل اس لم تستوفي لكل هذه الشروط وليست كفيلة لمشروع هارب، مما ذل تأجيل المشروع لوقت لاحق. لا سيما أن الرجل عندما يتخيل شيئا في الخيال يصبح حقيقة. بالإضافة إلى ذلك، أسس ماسك شركة نورالينك التي تعمل على تطوير تقنيات لربط العقل البشري بالأجهزة وتحسين العلاجات الطبية، والتي هي بمثابة شريحة صغيرة تزرع في جسم بشري ليصبح كمبيوتر أو روبوتا بشريا حقيقيا. هل سيصبح الإنسان كائن بدون جدوى في قادم السنوات؟ يعتبر إيلون ماسك من بين أغنى أثرياء العالم وشخصية رقم واحد في العالم، وكل هذه إنجازات الرجل إلا أنه لا يملك شيء حيث قال: أنا امتلاك الأشياء يذهل كاهل الإنسان.